السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يصلح حالكم ويريح بالكم ويوسعها علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين. زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة ديت كده، عملنا جبنة بخيرها، جبنة ما شاء الله، شايفين بسم الله ما شاء الله، من كيلو وربع جبن لبن بقري عملنا الجبنة الحلوة ديت بخيرها ما شاء الله. شايفين لونها جميل ازاي وطعمها زي العسل. يلا لايك وشير للفيديو وندخل ونشوف هنعمل ايه. بسم الله ما شاء الله. معايا كده كيلو وربع من اللبن البقري، لو انت عندك لبن جاموسي هيكون افضل، بس ما شاء الله طالعة معايا النتيجة حلوة وزي الفل زي ما انت شايفاها قدامك كده. مش اي حاجة هتوقفنا، هنعمله باي حاجة، لبن بقري لبن جاموسي اللي موجود عندك هتعملي بيه. أنا فضيته في حلة كده، ومش شرط تكون حلة ناشفة ولا حاجة، وحطيته على البوتاجاز وهاسيبه بس لحد أما يدفى معايا. أنا مش عايزاه يسخن ومش عايزاه يكون سخن أوي، أنا عايزاه بس كده دافي زي دمع العين، مش عايزاه يسخن أوي. زي ما أنتِ شايفة كده باقلبه علشان كله يبقى سخن زي بعضه، وبصبعي كده وباختبره باشوفه كده إيه أنا عايزاه، زي ما بتكوني بتدفّي مَيّة كده للخميرة علشان تختبري فيها الخميرة. كده خلاص بسم الله ما شاء الله دِفَى معايا. هنعمل إيه بقى، هنجيب المكون اللي إحنا هنحط عليه، هيطلع معاكِ جبنة كده بخيرها، مش هنشيل الوش بتاعها ولا حاجة. شوفوا بقى لمّا القشطة بتاعة اللبن بتكون في الجبنة بتبقى طعم الجبنة عاملة إزاي. دي معلقة كبيرة من المنفعة، وهاقلّبها كده مع اللبن بتاعي، وطفيت طبعًا عليه النار من قبل ما أحط المنفعة، وغطيت عليه وهاغطّي عليه كمان بفوطة بأي حاجة عندِك، وهتسيبيه بس كده 10 دقايق، وبعدين مش شرط 10 دقايق أو قد كده، أنتِ ممكن تكشفي الغطا كده وبتبُصّي عليه بتشوفيه، لو لقيتيه ربط معاكِ كده تحطيه بقى في حصيرة، في شاشة، في مصفى، أي حاجة موجودة عندِك هيبقى معاكِ أحلى جبنة. زي أنا ما قُلت لِك كده، يعني مش شرط إن أنتِ تكون عندِك الحصيرة ديّة، الحصيرة ديّة أنا عندي فأنا عملت فيها. لو أنتِ ما عندكيش الحصيرة ديّة هتحطيه في شاشة وهتلفّيه فيها وهينزّل الشرش بتاعه وهتبقى معاكِ أحلى جبنة. ما عندكيش شاشة وما عندكيش الحصيرة الحلوة دي، هتحطيه في مصفى وهتسيبيه وهو هينزّل برضه اللبن ده الشرش بتاعه، وهتبقى معاكِ أحلى وأطعم جبنة. زي ما أنتِ شايفة كده اللبن بسم الله ما شاء الله معايا زي الفل أهوّة، وشايفين اللون الجميل الحلو ده، ده كده زي الزبدة البلدي الصفرا اللي هي بتاعة البقري، فده كمان الجبنة البقري بتبقى صفرا كده، وكمان جبنة بخيرها طعمها زي العسل، طعمها ما شاء الله زي الفل. مش شرط لبن جاموسي، مش شرط أي حاجة، إحنا مش هنُقف، إحنا هنعمل اللي موجود عندنا هنعمل بيه، وهيطلع معانا أحلى جبنة. زي ما أنتم شايفين كده بالفّها كده علشان تنزّل الشرش بتاعها، علشان طبعًا أنا مش عايزة أرمي الشرش ده، الشرش ده هنعمل بيه أحلى رقاق، هنشوفه مع بعض إن شاء الله وهاعمل لكم بيه فيديو وهيطلع معانا الرقاق إن شاء الله زي العسل. إحنا مش بنرمي أي حاجة، وجِبت كمان طبق كده علشان اللي ينزل منّي أستفيد بيه، مش هارمي أي حاجة. لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو، ربنا يبارك لي في عمركم، أحلى أخوات في الدنيا كلها. زي ما أنتِ شايفة كده باضغط عليها علشان تنزّل الشرش بتاعها، وبعد كده بقى باعمل إيه، بارُش لها شوية من الملح. الملح بقى على حسب ما أنتِ حابة، أنا بارُش شوية من الملح، وبعد كده لو لقيتها إن هي محتاجة لمّا باقطّعها بارُش عليها شوية من الملح، بتشربها عادي ما فيش أي مشاكل. زي ما أنتِ شايفة كده رشّيت شوية من الملح، وبعد كده لمّا باقطّعها باشوفها وبادوقها، لقيتها محتاجة ملح باحُط لها، لقيتها مضبوطة يبقى كده تمام. الملح ده يرجع لِك أنتِ على حسب ما أنتِ حابة تعمليها حادقة، تعمليها يعني مع متوسطة، حاجة ترجع لِك أنتِ. شايفة كده أنا نزّلت الشرش بتاعنا، هناخدها بقى نعلّقها، شايفين الجبنة عاملة إزاي، بسم الله ما شاء الله من قبل ما نقطّعها وهي باينة عليها وشكلها الجميل وطعمها الأجمل. إن شاء الله هتجرّبيها وإن شاء الله هتعجبِك. هاعلّق الحصيرة بتاعتي دي بقى لمّا تنشف معايا الجبنة زي ما أنتم شايفين كده هنقطّعها بسم الله ما شاء الله. هي ما بتغيبش وتنشف يعني علشان هي ما شاء الله بالخير بتاعها. اللهم صل على النبي، جميلة جدًا وطعمها جميل وحاجة مش مكلفة. شوفي أنتِ هتشتري ديّة بكام من برّه، وشوفي الكيلو وربع لبن البقري بكام، مش غالي ولا حاجة، وعملنا معانا أحلى جبنة وطعم وريحة طعم وريحة قال، طعم جميل زي العسل بسم الله ما شاء الله، وفعلًا وريحتها حلوة لإن ريحتها فلاحي حاجة كده زي العسل.
الشرش بتاعي بقى زي ما أنتم شايفين كده أنا مش هارميه، لأ أنا هاخلّيه نعمل بيه شوية رقاق حلوين كده، بيخلّي الرقاق طري وبيخلّي ريحته جميلة، بسم الله ما شاء الله. الجبنة بتاعتنا بعد ما خلّصناها أهيّة، باخد كده حتّة صغيّرة كده أدوقها، لقيتها محتاجة ملح باحط لها، لقيتها مش محتاجة كده تمام، يبقى كده تمام مش هاحط ملح ولا أي حاجة، شايفين اللون الجميل وكمان الطعم الجميل بسم الله ما شاء الله، شايفين الصفار والحلاوة دي، أحلى جبنة في تعمليها كده للسحور بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، كده طلعت معايا كمية حلوة زي الفل أهيّة، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات في الدنيا كلها.